بص يا بنات، اللي جاب رضا هو أنيس. وهي كان رايحة لابن عمتها عشان تنزل تتجوزه في مصر. خلاص فهمتوا كده الموضوع؟ تعال نعرف الموضوع من لسانها وابن عمتها فلسعها ازاي بعد ما عاش معاها بالشهور الحب وعيشها الغرام، وعند الجد قال لها أمك في العش ولا طار. انا وولادي وعايزين بقى نروح علشان اتجوز قريبي ده. كنت فرحانه جدا، ما تصورش كنت فرحانه قد ايه، وكنت فعلا اتعلقت بيه قوي كمان. بقى خلاص بقى خلاص، اتعلقت بيه، شايفته بقى خلاص زوج، وبدا يقول لي كلام حلو. انا ما اكدبش عليكم، انا بقول لكم القصه بالظبط. بدا يقول لي كلام حلو على التليفون عشان يقربني منه اكتر وكده. حجز هو كمان وانا حجزت، اتفقنا على الشهر اللي احنا نازلين نتجوز فيه. انا حجزت بصراحه 18 يوم او حاجه كده زي كده، عشان بنتي لازم ترجع وتيجي، وكنت اتفقت بقى معاه ان احنا نتجوز، وهو بقى يصفي حاجته في البلد اللي عايش فيه عشان بعد كده يجي لي على فرنسا يقيم معاه ويعمل المشروع بتاعه. خلاص قرب ميعاد السفر. انا كنت بصلي صلاه استخاره تاني، وكل يوم بقول يا رب، رغم ان انا خلاص اتاكدت من كل حاجه وحاجزه، يعني خلاص حجزت يعني خلاص راح اتجوز، بتصلي صلاه استخاره ايه تاني؟ وفوجئت بقريبي دوا قبل السفر ب3 ايام. دي بقى كانت الصدمه الكبيره. اتصل بيا قال لي هناء، انا عايزه اقول لك على خبر يمكن ما يسعدكيش. فقلت له في ايه؟ قال لي انا بصراحه سامحيني، انا بتراجع عن موضوع الجواز. تتراجع عن موضوع الجواز ليه؟ هنا كان ابن عمتها بيلعب بدماغها وعارفها ان هي انسانة خفيفة وهبلة، وكان حاسس ان هي عمرها ما هتحجز هي وبناتها عشان تنزل مصر مخصوص عشان تتجوزوا هناك، مع انه كان معاه مراته في نفس البلد اللي هو فيها ومعاه عياله، بس كان دخلها من باب انه هو ومراته مع بعض في مشاكل، فحب يهرب منها وقال لها عنده مرض. بقول له ايه اللي انت بتقوله؟ يعني ليه غيرت رايك؟ انت صالحت مثلا زوجتك او حاجه، أو لو صالحتها يعني مفيش مشكله، يعني انا خالص. انا جالي مرض خطير جدا، ولازم اقعد في البلد اللي انا عايش فيها اتعالج، وما يمكن محتاج لي مرض كيماوي. انا كنت عملت تحاليل من فتره، ما كنتش اتوقع ان انا عندي المرض ده. بس انا اتعلقت فيك، وانا ما يهمنيش بقى خلاص لو عندك حاجه، انا ببقى تحت رجليك. يعني انا ما يهمنيش، انا مش هقدر اسيبك عشان ان انت مرضت او كده. لا، انا هقف معاك وانا يعني انا ما يهمنيش يعني. مش ايه حلوة وانا ما يهمنيش، وتاخد الراجل من على عياله ومن على مراته وسهلة كده بالنسبة لك يا وليه؟ يا وليه؟ يا ولية منك لله، ده أنا كل يوم بيطلع عندي حاجات غريبة من نوعها. يعني ابن عمتك لعب بدماغك وعارفك ان انت انسانة خفيف، وبعد ما لعب وشبع لعب زي ما انت بتقولي، اصلا انا اتعلقت بيك. اسمها اتعلقت بيك مش اتعلقت فيك. صححي بس معلوماتك. وبعد ده كله اداكي الصابونة، تعملي انت بقى؟ انا هقف معاك وهبقى معاك دايما ومش هسيبك ابدا، ولازم اكون يعني مش عشان حاجه زي دي ان انا ارميك. يعني قال لي لا، انا مش عايزك تكوني ممرضه ليا، انا كنت عايز اتجوزك عشان اسعدك، مش عشان اجيبك ممرضه تخدميني. لا لا، انا هبقى كده. قال لي انا كده هبقى اناني. وانا مش يعني انا هاخد فتره كبيره جدا من العلاج. فسامحيني، ولو لقيتي انسان كويس احسن مني عيشي حياتك ونسيني وكده. طبعا انا حاولت اكتر من مره، يعني ان انا يعني اقول له انا ما يهمنيش المرض او ما يهمنيش اي حاجه، وان انا عايزه ابقى معاك واكمل معاك، ما فيش فايده. فبعد طبعا ما قفلت التليفون جات لي صدمه فظيعه جدا. يعني اروح مصر ازاي وهلغي وما الغيش؟ خلاص عيالي فرحانين هيروحوا مصر. طبعا قلت لاولادي الحقيقه ان الموضوع حصل كذا كذا. انا بصراحه بعد ما قفلت قلت صراحه ده يمكن بيكذب، يمكن صالح مراته، وانا بيقول لي اي حاجه عشان يعني راجع نفسه ولقى نفسه. وده فعلا اللي حصل، انه صالح مراته وما كانش في بينه وبين مراته حاجة. وازاي يا اختي انت ترضي لنفسك كده ان انت تاخدي الراجل من مراته ومن عياله وينزل يتجوزك في مصر من غير ما مراته وعياله يعرفوا، حتى لو في بينه وبين مراته مشكلة؟ ورضيت بكده وقلت له بعد كده بعد ما نتجوز 18 يوم في مصر يا بت، وبعد كده يسافر ويروح قال البلد اللي عايش فيها يخلص أوراقه وينزل يعيش معاكي. مش بقولك مفترسة يا نقة يا حلبقة؟
وعاملة لنا فيلم هندي بالطبلة والمزمار على رضا وعبير، مع انهم ما حصلش حاجة، لكن انتي شوشو بيسقفلك. عمي طبعا زعل عليا وكلهم زعلوا عليا. ما صدقت رجعت على فرنسا، عايزه ارجع بقى خلاص يعني. كنت قبل ما اروح على مصر كنت مقدمه في البطاله، لما جيت على فرنسا استدعوني ان انت يعني عايزه تشتغلي ايه وكده. فقلت لهم انا بصراحه بعد الحادثه، بصراحه انا حتى ما كنتش عايزه اقول لهم مش عايزه اشتغل، بس قلت لهم بعد الحادثه شايفه ان انا عندي الام بتجيلي وعندي مشكله في ظهري وفي ركبتي، فمش هقدر اشتغل اي شغلانه. فقالوا لي بصي لو انت محتاره تشتغلي إيه، احنا هنوديكي مركز نعلمك فيه كل المهن، او نقول لك كل المهن اللي موجوده في فرنسا، وانتي اختاري المهنه اللي تعجبك. ومن هنا نركز قوي 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 في الاتنين اللي هتتعرف عليهم، اللي كان عند جانو واللي جالها البيت عمل معاها اللايف، هو اللي عرفها على رضا. وده مين يا بنات؟ ده أنيس اللي متجوز من باريس ومراته فرنسية وأهله في بورتو. تعالوا نكمل. في المركز دوا اتعرفت فيه على صديق تونسي متزوج وعنده اولاد، وصديق جزائري، وكان الباقي كله والجزائري برضو كان متزوج وعنده اولاد، والباقي كله كان فرنسيين، ما كانش غيرنا احنا في المركز ده الا عرب. التونسي دوا طبعا كنا يعني كان يعني كان على طول بيقعد جنبي، وانا حكيت له يعني كان شايفني دايما نفسيا تعبانه ومقهوره وتعبانه. فحكيت له قلت له انا كنت رايحه اتجوز وحصل كذا كذا من قريبنا، فقال لي لا ده اكيد مش حقيقي ولا مرض ولا حاجه. ده كان رايه كمان زي يكون راي الناس اللي عارفة عيبك في الدنيا ايه يا هنقة؟ ومهما تعيشي ومهما تطولي في الحياة عمرك ما هتتعلمي انك ست خفيفة جدا جدا جدا، واي حد يكلمك هطلة كده بتدلقي زي الجردل. لسه بتتعرفي على الراجل رحت قلتيله نفسيتي تعبانة اصل ابن عمتي سابني وفلسع ورجع لعياله ومراته؟ يخرب بيتك. كنت ابكي قدامه يعني لانه هو اصغر مني ب10 سنوات، فاعتبرته اخويا الصغير. كان معايا هو كمان عنده حادثه وجاي يتدرب زي يشوف ايه المهنه اللي ممكن يشتغل يعني يتعلمها، علشان هو كمان كان بيدور على مهنه جديده غير المهنه اللي كان بيشتغلها. احكي له على كل حاجه الصديق التونسي ده، وعرفني على زوجته وعلى اولاده، وقال لي يعني تعرفي على زوجتي ويبقى ليكي اصدقاء. وكان راجل ابن حلال معايا، وزوجته انسانه كويسه جدا وطيبه وبنت حلال، واولاده جم عندي وفي البيت وزاروني وكده. وقال لي يعني حاولي صديقتي زوجته فرنسيه، حاولي تصاحبي زوجتي واعملي يعني روحي عندها. من هنا الكدبة هتبتدي تظهر. ازاي؟ قال ايه؟ اتعرفت عليه وهي رايحة تجيب الفيزا ورايحة تتجوز ابن عمتها، وخدت رقمه وخد رقمها. وقال ايه؟ كان عايزة ترمي الأرقام، وفي الآخر قالت لما اروح استلم الجواز من باريس يبقى ممكن أقابله أو أكلمه أو أحتاج. اول مره ورضا اداني رقمه، انا بصراحه كنت هرميه، ولحد ما جيت عند البيت وقبل ما اسافر على المطار وراح اتجوز يعني رقمه كان معايا في الشنطه. فانا بصراحه قلت ايه، طب ولما اروح اجيب الباسبور مش يمكن احتاج له، مش يمكن فعلا احجز فندق، او مش يمكن فعلا بناتي، وليه ترمي رقمه؟ ما يمكن تحتاجيه. انا كان في دماغي قلت ما يمكن تحتاجيه دايما. تعرفوا عني ان انا بجيب لكم المقاطع وعلق عليها واسيبها؟ يبقى مش انا، مش ام يوسف. تعالوا ما اجيب لكم المقطع بقى اللي كان عامل فيه لايف رضا وانيس مع بعض، قالوا لبعض احنا اتعرفنا ازاي. اوكي. والفيلم الهندي اللي عملته نقة الحلبقة ما طلعش تمام ومش مظبوط. طبعا انيس دايما مدفي المكان اللي بيوجد فيه، يعني احنا اخوات الحمد لله. انا على خطكم انت واخ رضا وزعلت. وازاي عرفتم بعض في الغربة؟ والله معرفتنا عن بعض جت صدفة، في عامل مشترك، في صديق مشترك ما بيننا كان علي، وانت شفتوه على القناة، وتونسي برضو. وكان انيس في باريس زيارة فاكر، وتعرفنا على بعض. كنا قاعدين في يومها في ماكدونالدز بنشرب قهوة، صح؟ وقعدنا جنب الترام في برمنتين وتعرفنا على بعض ومن يومها الحمد لله صارت اخوه ما بيننا، وربنا يديم الخير يا رب. من مدنينة بنت الجنوب مدنين. اللايف ده كان عامله رضا على قناته قبل ما يحذفه.
طيب وكان في واحد وسيط بينهم وبين بعض اسمه علي، وتعرفوا على بعض ازاي؟ اهو انتوا سمعتوا. طب تعالوا ما اجيب لكم مقطع من المكان، من الفيديو قصدي، اللي كان بتستغفر فيه، مش اللي لسه معدي، ده كان زمان عشان تجيب عريس. استنى. يعني ربنا وصل لي الرضا. يعني انا عايزه اقول لكم ازاي وصلت الرضا وعلاقتي بربنا كانت ايه. طبعا انا بعد ما اتطلقت من زوجي الاولاني اللي هو ابو بناتي ياسمين وفيروز، لاني طبعا ما توفقناش مع بعض فتم الطلاق، كان سنه 2009. وكنت انا في فرنسا، يعني كنت قعدت وعندي شقتي، كانت شقتي بتاعتي انا. وكنت اخدتوا بالكم من شقتها اللي ملكها اللي هي قالتها ولا ما اخدتوش بالكم؟ عارفين ليه شقتها؟ لان بعد ما اتطلقت من شوشار خدت البنات وراحت عاشت مع الطيار علشان خاطر تكمل الخدمة، والراجل اداها الشقة مقابل الخدمة. دي اللي عدت عليكم كلكم وما اخدتوش بالكم، وهي هتقولها دلوقتي بلسانها. عندي شغلي وبشتغل وكل حاجه. تم الطلاق ومطلق رجع على سوريا. وطبعا انا كان عندي اختيار، يا بيع الشقه وارجع على مصر، يا اما مثلا اسيب له البنات، وانا ما اقدرش اسيب بناتي ابدا ابدا، وما اقدرش اعيش من غيرهم ابدا. فارجع على مصر فين؟ ما عنديش اي حاجه في مصر. وقلت قبل ما ابيع الشقه وارجع والاقي شغل في مصر هيبقى صعب جدا، وانا عارفه اني صعب ان الواحد يلاقي شغل بسهوله. فقلت خليني في شغلي وخليني قاعده في شقتي ومع بناتي اربيهم واكمل شغلي. طبعا انا بعد ما اتطلقت بصراحه ما اكدبش عليكم كنت رافضه الزواج تماما. انا لما اتطلقت كنت في بدايه الثلاثينات، كنت حاجه و30، يعني كنت لسه شابه، يعني مش ما كنتش كبيره قوي في السن، او بالنسبه لي انا يعني كنت لسه يعني مش عجوزه، او يعني في الثلاثينات مش عجوزه. لكن طبعا قلت انا بعد ما تم الطلاق قلت انا مش هتجوز تاني ابدا. يعني قلت انا فكره الجواز دي هعينها من دماغي خالص. كنت يعني حاطه ان انا عايزه خلاص بقى اربي البنتين دول وخلاص. انا فشلت يعني ما عنديش امل ان انا انجح تاني في علاقه تانيه وفي زواج تاني. انا جبت لكم المقطع اللي بتقول انا قعدت 9 سنين ما معيش رجاله، وفي نفس الوقت جبت لكم المقطع بتاع ابن عمتها اللي كان هي نازله تتجوزه قبل رضا، عشان تعرفوا الكذب جاي من فين وبروح ازاي. خلاص ولا نكمل تاني؟ تعال ما نكمل. المهم خلاص حجزنا انا وولادي وعايزين بقى نروح علشان اتجوز قريبي ده. كنت فرحانه جدا، ما تصورش كنت فرحانه قد ايه، وكنت فعلا اتعلقت بيه قوي كمان. خلاص اتعلقت بيه، شايفته بقى خلاص زوج، وبدا يقول لي كلام حلو. انا ما اكدبش عليكم، انا بقول لكم القصه بالظبط. بدا يقول لي كلام حلو على التليفون عشان يقربني منه اكتر وكده. حجز هو كمان وانا حجزت، اتفقنا على الشهر اللي احنا نازلين نتجوز فيه. انا حجزت بصراحه 18 يوم او حاجه كده زي كده، عشان بنتي لازم ترجع وتيجي. وكنت اتفقت بقى معاه ان احنا نتجوز، وهو بقى يصفي حاجته في البلد اللي عايش فيه عشان بعد كده يجي لي على فرنسا يقيم معاه ويعمل المشروع بتاعه. ما ذكرتش الطيار اللي طار وافهم يا حمار، صح ولا لا؟ مش هي قبل كده قالت لكم في فيديو، وانا جبته بس هجيبه تاني، انا جبته وقالت لكم ان الراجل توفى في البيت قبل ايه؟ قبل ما تتجوز رضا بعدة شهور. من باب ذكركم وانكد عليها. طب يلا نجيبه. لان الراجل مات مش من فتره كبيره، يعني انا قبل ما اتجوز رضا بكذا شهر الراجل اتوفى. فهي دي كان اصعب قرار. يعني انا طبعا كنت بخدمه في شقته قبل ما يجي عندي بسنين طويله. يعني راجل اعرفه بقالي تقريبا نقدر نقول 10 سنين. فنص يعني نص الفتره خدمته في شقته هو وزوجته. وكنت برضو بخدمه هو وزوجته. وكنت برضو بخدمهم ساعات طويله بجانب شغل تاني عند ناس تانيين. وبعد كده هو تقريبا جه عندي تقريبا في البيت 4 سنين ونص، يعني حاجه زي كده لحد ما توفى يعني. وانا والله اخدتوا بالكم من الحته اللي قالت فيها ان هو اتوفى قبل ما تتجوز رضا بعده شهور؟ ما اخدتوش بالكم. طب اخدتوا بالكم لما قالت لكم ان هي كانت بتخدمه في شقته 5 سنين قبل ال5 سنين اللي اشترت فيهم البيت؟ ما اخدتوش بالكم. بس هي خبطت مراته، ومراته كان قبل كده ميتة. كان شايلني الرضا.
وال9 سنين اللي انا عشت فيهم لوحدي دول كان رضا لسه مرتبط، وكان لسه متجوز، وكان لسه عايش حياته، ما كانش لسه طلق. وبما ان ربنا كان كاتبه ليا وكاتبني ليه، عشت السنين دي كلها لوحدي لحد طبعا ما حصل برضو لرضا مشاكل وطلق، وبعد كده عرفنا بعض واتجوزنا. فبس عايزه اقول لكم ان ربنا كان ليه حكمه ان انا اعيش لوحدي السنين دي كلها، لان رضا ما كانش لسه حر، وكان لسه عايش حياته مرتبط بواحده تانية. فسبحان الله ربنا يعني ظبط الامور ان انا عشت ليه لوحدي ال9 سنين دول، لان رضا ما كانش لسه حر، وان فعلا ربنا كان لسه كان كاتبنا لبعض، والحمد لله على كل شيء. من هنا يا بنات بقول لكم يلا بقى مع السلامة، وما تنسونش في اللايك والاشتراك ونفعل زر الجرس عشان اجيب لكم كل جديد عندنا وبس، والباقي كله خاص. يلا باي.